صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في حياتكم. يا رب يومكم كله يبقى مليان حب وراحة نفسية وطاقة إيجابية وطمأنينة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. آه اليوم لما بيبدأ بذكر الله فعلا بيبقى يوم كله راحة نفسية. فاليوم كده بدأ الساعة 6:30 بالظبط، قمت كده قرأت الأذكار بتاعتي وصليت، وبعد كده وصلت حنين بالسلامة، وجيت كده أكلت عصافير الحلوين، وكان في ضيفين جداد كده ظهروا معانا فبنرحب بيهم. بصراحة شكلهم حلو قوي، فقلت أشارك معاكم اللحظة دي. وكمان روحت عشان اجهز فطاري، كان بابانا لسه ما صحيش من النوم وكده، كان ما راحش الشغل النهارده، فكان مأجز معانا، وانا بصراحه كنت ناويه اعمل حاجات فاجلتها، فقال لي لا ما تاجلهاش، وانا هساعدك فيها. فهنا بصراحه عملت الفطار. كان فطار بالنسبه لي انا خفيف، يعني جبنه وطماطم وكده، وكوبايه القهوه بتاعتي، قلت بس عشان افوق واشوف اللي ورايا. دخلت بسرعة كمان وانا بعمل الفطار، حطيت كل الستاير بتاعه الشقة، يعني حطيت جزء والجزء تاني هكمله في الغسالة، اديته الدورة بتاعته عقبال ما فطرت وعملت شوية حاجات، كان الستاير خلصت، وقلت كده انشرها عقبال ما اخلص اللي ورايا تكون هي نشفت وخدت وقتها كمان. فهنا كمان نشرتها كده، وبصوا الشجرة اللي هناك دي المدرسة، الحيطة بتاعتها المدرسة بتاعت حنين. وهنا بابايا بقى كان قلت له بصراحة هو يعني بيتولى المهمة دي كل سنة او كل 6 شهور، ان هو بينظف لنا المراوح، لان هي بصراحة بتبقى طويلة قوي عليا فما بعرفش اطولها. فهو كمان بياخدها عشان يعمل لها صيانة كمان لو فيها اي مشكلة. فهنا كمان غسلها وظبطها ونشفها، وبصوا بقت قمر وحلوة جدا ونضيفة قوي. تسلم ايديك يا حبيبي. هو بصراحة بيتولى المهمة بتاعة المروحة، و يعني هو بيقول لي لا خليها لي، يعني اي حاجة فيها كهرباء بيقول لي لا سيبيها، انا اتصرف انا معاها. فانا هنا خلصت معاه المراوح، طبعا غسلت معاه الحاجات بتاعة المروحة وساعدته، بعد كده جهزت لهم هم فطارهم بقى لما حنين جت من المدرسة وقعدوا يفطروا، وانا قلت اقوم اشوف الدولاب، فطلعت حاجات الدولاب كده. وقلت امسك الدولاب واحده واحده، بصراحه كنت عايزه اطلع الشتوي عشان اخلص منه، بس هم قالوا لي لا احنا لسه الجو مش ساقع قوي، فاحنا عايزين لسه الهدوم الصيفي. فقلت طب ما ايه المشكله دلوقتي، انا اعمل يعني اشيل مهمه من عليا اللي هو انظف الدولاب نفسه، وبعد كده لما يحبوا بقى ان هم ينزلوا الشتوي او اطلع لهم الشتوي كده، يبقى المهمه سهله عليا، اشيل الصيفي واحط الشتوي على طول. فهنا كمان هنا طلعت كل مسكت ضرفة ضرفة، فهنا طلعت كل الحاجات اللي موجودة في الضرفة دي، وبعد كده همسك المفارش دي اغسلها كويس جدا، وكمان الشماعات هغسلها كويس او بمية وصابون واسيبها تنشف. وحطيت هنا في البخاخة دي مية، مية خفيفة، ومعاها معطر، وكمان معاها اللي هو ملمع الخشب. ملمع الخشب بجيبه من عند الراجل بتاع اسمه اللي هو بتجيبي من عنده الحاجات بتاع الخشب، انا مش متذكره اسمه بصراحه، بس بابانا هو اللي جاب العلبه دي، هبقى اوريكم العلبه دي ان شاء الله في فيديو تاني. بحط جزء منه في الازازه دي، هو يعني الراجل اللي احنا جبنا من عنده الملمع ده هو قال كده حطوا شويه ميه على شويه معطر لو انتوا عايزين تضيعوا الريحه بتاعه الملمع، وكمان تحطوا يعني نص الازازه، يعني 10 ملي كده من الملمع ده في الازازه، وترجوها وتلمعوا بيها الخشب. بصراحه بيخلي الخشب تحفه، بصوا بيلمع ازاي، ولا بليدج بقى ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، بيخلي بجد الخشب يلمع وما بيحصلش اي مشكله فيه. فبصوا شايفين يا بنات اللمعه، ان شاء الله هبقى اوريكم الازازه بتاعت ملمع الخشب دي، تحفه بجد. فهنا كمان لمعت الخشب كله ومسحته. انا بصراحة قلت اخلص، بس يعني كنت نفسي اطلع الشتوي واخلص منه كمان، بس بصراحة هم قالوا لا الجو لسه محرر ولسه ما فيش الجو ساقع يعني عشان يطلع الشتوي وكده. فبناء على طلباتهم فقلت خلاص انا اخلص من المهمة بتاعتي دي الاول، وبعد كده بقى هم براحتهم. هنا كمان كنت غسلت المفارش بتاعة الدولاب دي، انا بحب افرش مفارش مش عارفة ليه بس بحب افرشها يعني. فغسلتها وسبتها تنشف كده وتاخد الشموسه الحلوه، بصراحه الجو النهارده كان الجو مشمس وحلو قوي، الشمسه بتاعته هاديه وجميله.
فسبتها كده تتشمس براحتها، وبعد كده جبتها وفرشتها كده وهبدأ ارص الهدوم. انا بحب اطبق الهدوم بالطريقة دي، تبقى عاملة زي المسطرة كده وشكلها حلو قوي في الدولاب. وكمان الفوط بحط لكل واحد الفوط بتاعته في الضرفة بتاعته، تمام كده. وكمان بحب اطبقها بالطريقه دي، وبرده الشرابات بحب اطبقها بالطريقه دي من غير منظمات او اي حاجه يعني. ممكن تكون الامكانيات مش هتساعد ان انت تجيبي منظمات، فممكن انت برضو هتظبطي الدولاب بتاعك من غير ما تحتاجي منظمات، او من غير ما تهلكي الميزانيه عشان تجيبي منظمات للدولاب. هنا كمان كنت كمان غسلت الشماعات وسبتها تنشف خالص براحتها، وبعد ما سبتها تنشف مسكت كده نشفتها قطع قطع يعني بالقماشة، وبعد كده سبتها برضو علقتها في الدولاب وسبتها تنشف برضو خالص. وبعد كده بدأت احط القمصان وكل الحاجات الخاصة ببابانا وكده في الضرفة بتاعته. طبعا اللعبة ديت اللي هي البازل بتاعت حنين، فانا بصراحة بحطها في اعلى ضرفة في الدولاب عشان حنين لما بتشوفها بتبهدلها وبيضيع منها اجزاء يعني. فانا بصراحة اللعبة دي بحبها، فلما بتحب تلعبها بطلعها بنقعد نلعب بيها انا وهي. هنا كمان حطيت الهدوم اللي هي بتتعلق، يعني الهدوم اللي انا طبقتها ودي هدوم بتتعلق كمان علقتها. وهنا كمان طبقت كل الهدوم، يعني بصراحة خدت مني وقت جامد. يعني انا خلصت مثلا الدولاب ده في حوالي مثلا 3 ساعات، يعني بدأت الساعة 1 الظهر خلصت الساعة 4، تمام كده. 4 كنت مخلصة كل حاجة في الدولاب. بصراحة خد مني وقت جامد جدا لانه في حاجات كتير، يعني في اجزاء كتير كمان ممكن انا ما جبتهاش هنا في الفيديو يعني. كمان هنا حنين ما عندهاش دولاب بتاعت اطفال يعني، فهدومها بتبقى محطوطه معانا. انا عامله لها رف كده تحط فيها الهدوم بتاعتها، فده بصراحه كل البناطيل الجينز بتاعتها. وهنا كمان رصتها، وكمان دي السلوبيتات الجينز بتاعتها برضو حطيتها. والهدوم اللي هي بتتعلق في شماعه بحطها معانا في الهدوم في الشماعات اللي احنا كنا منظمينها دلوقتي. هنا كمان حطيت لها الهدوم بتاعتها اللي هي التيشيرتات وكده. فانا قلت لها اي اطلع لك الهدوم الشتوي ولا ايه؟ راحت قالت لي لا يا ماما الجو لسه حر، فانا مش محتاجه البس هدوم شتوي دلوقتي. فسمعا وطاعه حاضر اللي هم عايزينه بقى. بس بصراحه تطلعي الشتاء والصيف ده بيبقى حاجه مهلكه قوي والله بجد. بيبقى اصعب واحد حاجه على الست بصراحه، ان هي تقعد تطلع صيفي وشتوي وبتطبق قطعه قطعه وجزء جزء. بس يعني الله المستعان، ربنا بيقوينا وكله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. وربنا يحفظهم لينا ويحفظ كل اللي موجودين في بيوتنا يا رب. دول نعمة يعني، حتى لو احنا بنتعب بس وجودهم اصلا يعني الزوج والاولاد دول نعمة في حياتنا. فربنا يحفظهم لينا يا رب، ويحفظ لنا ان احنا يبقى عندنا الصحة ان احنا نقوم ونشتغل ونتعب. دي في حد ذاتها نعمة، ان انت تقومي من على سريرك تتحركي وتقومي وتشوفي طلبات بيتك، دي فضل ونعمة من عند ربنا. يعني الواحد ما بيحسش ان النعمة دي اتسلبت منه غير لما يكون تعبان وهلكان ومش قادر يقوم من على السرير، يقول يا ده انا امبارح كنت بقوم وبتحرك. فبصراحة النعمة دي او الصحة نعمة من عند ربنا، وربنا يا رب ما يقطعها عننا ابدا ابدا ابدا. وربنا يديكم الصحة وتقوموا وتشوفوا طلبات بيتكم وتشوفوا حياتكم. بنتعب شوية واوقات بيبقى خلاص مضغوطين وعندنا ضغط. بالراحة على نفسك، واحدة واحدة، مش لازم تعملي كل حاجة مرة واحدة، اعملي واحدة واحدة. المهم ان يبقى بيتك نظيف وانتي مرتاحة نفسيا. طول ما هو البيت نظيف وكل حاجة نظيفة في البيت انتي نفسك هتبقي مرتاحة نفسيا. عارفين لما بيكون البيت فيه بس تراب بس، تحسي ان الست اصلا مخنوقة، مش عارفة يعني مش عارفة تظبط منين ولا تروق فين ولا. فبجد ربنا يدينا الصحة عشان نقدر نمارس حياتنا الطبيعية. المهم انا هنا خلصت كمان الملايات بطبقها بالنظام ده. انا عامله لها برضو رف ملايات وفوط. دي فوط مثلا طبعا خاصه بيا، يعني فوط خاصه بيا، فبحطها مع الملايات طبعا.
وكمان انا بحب كمان اطبق الملايات بالشكل ده، يعني بحط كل قطع الملاية في الملاية نفسها، بالتالي لما باجي اسحبها عشان اخدها استخدمها يعني، فما بقعدش بقى ادور على كيس المخدة وكيس الخدادية وكل الكلام دوت، فكل ده بيبقى محطوط جوه جوه الملاية. وهنا كمان كانت دي هدوم والدتي، مامتي يعني، فكده كمان كنت غسلاها مع الغسيل ده، فقلت كمان اطبقها. بصوا انا بحب اطبق حتى الهدوم الجلبيات بالطريقة دي، وبحب كمان ارص الملايات بالطريقة دي برضو، بتبقى سهلة قوي ان انا اخد واسحب، ما يحصلش فيها اي مشكلة خالص. فانا بحط الالوان لوحده والابيض لوحده، فده برضو بيخليني يبقى الاستخدام يكون سهل عليا. وبكده يكون وصلت لنهاية الفيديو معاكم، ويا رب تكونوا استفدتوا او اخدتوا اي فكرة. ومع السلامة حبايبي في رعاية الله.